اليوم غادي نعاود لك على واحد المخلوق كيجري في الجسم ديالك 24 ساعة على 24 وغادي يخليك مدهول من الحقائق اللي غادي تسمع. واش عمرك فكرتي في كيفاش كيتم تحليل الدم ومعرفة الأمراض من خلاله؟ الدم راه ماشي غير سائل حمر كيدور في العروق، الدم هو أرشيف حي، كتاب سري كيتسجل فيه كل شيء، نقص، التهاب، عدوى، خلل هرموني، وحتى الإشارات الأولى ديال الأمراض خطيرة قبل ما يبان حتى عرض واضح. بمعنى آخر جسمك كيهضر ولكن بلغة خاصة، والطب هو اللي كيعرف يقراها. منين الطبيب كيسحب الدم القصة ما كتبداش غير بإبرة، كتبدا عملية تحقيق علمي دقيقة بحال تحقيق جنائي داخل الجسد. كل أنبوب كيمشي لمهمة مختلفة، حيت ماشي كل تحليل كيقلب على نفس السر. كاين اللي كيقلب على الخلايا، كاين اللي كيقيس المواد الكيميائية، وكاين اللي كيغوص حتى الميناء أو الجينات. يعني المختبر ما كيشوفش الدم غير كسائل، كيشوفه كساحة أدلة. أول محطة غالبا هي عد خلايا الدم. هنا أجهزة فائقة الدقة كتدوز كل خلية تقريبا بوحدها، كتقيس العدد، الحجم، الشكل، وحتى التفاصيل المجهرية ديالها. ومن هنا كيبدا أول فك للشفرة. كريات الدم الحمراء إلى نقصات ممكن فقر دم أو نقص حديد. كريات الدم البيضاء إلى طلعات الجسم غالبا كيحارب التهاب، عدوى، أو حتى اضطرابات أخطر. الصفائح إلى تبدلت ممكن مشكل نزيف أو تخثر. يعني كل رقم رسالة. من بعد الدم كيدخل لمرحلة الفصل بالطرد المركزي، كيدور بسرعة هائلة حتى كيتقسم لطبقات، وكل طبقة فيها نوع مختلف ديال الحقيقة، الخلايا بوحدها والسائل بوحده، بحال مدينة كاملة كتقسمها الأحياء باش تفهم شنو واقع في كل حي. هاد السائل كيدخل للتحليل الكيميائي الحيوي، وهنا كيبدا كشف حالة الأعضاء: السكر، الدهون، الكبد، الكلى، الأملاح، البروتينات والالتهابات.